في البداية سلام الجميع، سلام المسيح يكون معنا جميعا. شقيق مريم يوسف، أختي كذابة، الطفل شنودة عثر عليه بالفعل داخل الكنيسة، عاوزة تخرب بيوت الناس كلها لأن بيتها خربان. باعت حصتها في الميراث وقاعدة في الشقة وضع يد. رد الأستاذ باسم يوسف على ما زعم شقيقته مريم يوسف قريبة الأستاذ فاروق فوزي والد الطفل شنودة بالتبني، واصفا إياها بالكاذبة، موضحا سبب العداوة بين مريم وخالها فاروق فوزي والد الطفل شنودة بالتبني. قال: لدينا منزل مكون من 4 طوابق، خالي فاروق يمتلك النصف ونحن النصف الآخر. مريم قاعدة في شقة وضع يد غصب عننا رغم إنها حصلت على ميراثها من والدتها. مريم أختي متجوزة ومعاها ولدين، وفي خلافات بينها وبين جوزها بقالها 6 سنين وعايشة بعيد عنه. قاعدة الآن في الدور التاني رغم إنها هي وأختها باعوا نصيبهم ليا مقابل 275 ألف جنيه، وبعدها زعمت أنها باعت ولم تحصل على المبلغ، وزعلت من خالها لما باع لي نصف الشقة، وفكرت إن أنا أرفع عليها قضية طرد. كده طبعا فهمنا إنها في عداوة بينها وبين الأستاذ فاروق لأنه باع نص الشقة لأخوها باسم، وبعد ما باعت نصيبها وباسم المفروض ياخد الشقة كاملة، بالتالي المفروض إن هي هتخرج من الشقة وهتطلع منها بقى. عشان كده قالت في الفيديو إن هو كان هيطردني ويرميني في الشارع ويشردني. ما انت مش قاعدة في حقك أصلا، انت بعتي نصيبك، انت ليه قاعدة؟ طبعا طالعة بقى بتقول إن هو كان هيطردني وكده يعني. الأستاذ باسم بيقول: أختي شايفة كل واحد عايش في بيته وليه أسرة مستقرة، ده كده مش كويس، هي عايزة تخرب البيوت كلها زي ما بيتها خربان. أستاذ باسم بيقول: اللي ملهوش خير في كنيسته وديره ملهوش خير في حد. اللي خلاها تقبل على بنت خالها الكلام دوت، وبنت خالها موجودة وعايشة مع جوزها وعيالها عادي. أستاذ باسم بيقول: أنا هاخد رانيا وأعمل لها تحليل الدي إن إيه في أي حتة. شقيقتي تخوض في أعراض ناس وده ما ينفعش أبدا. واحدة عايشة مع جوزها وعيالها تطلع عليها كلام كذب عشان إيه؟ عشان تخرب بيتها. يا ساتر يا رب على عدو الخير. الواحد بيسمع القصص دي بيستعجب، إزاي دولت مسيحيين؟ إزاي ديت في قلبها المسيح؟ مش ممكن، مش ممكن، ده شيطان في قلبها عايزة تخرب البيوت عشان هي عندها مشاكل زوجية وأسرية، عايزة تخرب البيوت كلها وتتهم الناس بالباطل. يا ساتر يا رب، ربنا يرحمنا من الأيام الصعبة دي.